اهلا وسهلا، السلام عليكم. اليوم عاد نسالوك الطريقه ديالي. المهم كناخذو نزالو كنحطوه فوق البوطه كنشويه، ما كنديروش في الفران اولا بقيت كنطلقو، كنشويه بهذه الطريقه هذه. من بعد ملي كنكملو كامل في الشوا ديالو كنحاول ان ناخذ كيس بلاستيك، كنديرو في الكيس بلاستيك حتى كيرجع لي داك البخار ديالو، باش الطريقه ديال التنظيف ديالو كتجينا ساهله. كنبداو نقشرو غير ديك الجليده ديالو، ما كنحاولوش البنات اولا المهم ما كنحاولوش نديروه في الماء صافي. كناخذوه هنايا الفلفل الحمراء والفلفل الخضراء، كنحاولوا اننا نصوبوه في المقله، وكنحاولوا ان نمعكوه في المقله حتى كيتمعك مزيان. كنضيفوا نص معلقه ديال الخرقوم، كنضيفوا نص معلقه ديال البزار، كنضيفوا معلقه ديال التحميره، وكنضيفوا نص معلقه ديال الملحه على حسب الذوق. كناخذوا 3 المعالق ديال الزيت المائده، وكناخذوا نص معلقه ديال الكمون، عفوا نسيتو. كناخذوا 3 ضروس ديال الثومه. انا كنقول لكم التوابل: 3 ضروس ديال الثومه او 4 على حسب. كناخذوا المعدنوس، وكناخذوا المعدنوس والقزبر بجوجهم مخلطين، وكناخذوا 2 معالق ديال مطيشه الحك. انا مطيشه الحك دائما كتكون موجوده عندي في الفريغو. صافي كنضيفوا الزيت كيف ما قلت لكم، من بعد كنخليوه مزيان حتى كيشرب ديك التوابل، ديك العطريه كامله. وما كنضيفش انا ما كنديرش مطيشه ديال المطيشه العاديه بزاف. كنحاول الا كانت موجوده عندي هذه كنحاول انني نكتفي غير بهذه بالمطيشه ديال الحك. المهم من حده هو كيكون فوق من البوطه، من حده هما دوك التوابل يعني كيندمجوا مع هذا ديالنا، مع الزعلوك ديالنا، يعني مشات لي السميه ديالو المهم مع الزعلوك ديالنا كيبقى بحال هكا حتى كيشرب ديك العطريه كامله. وكنقصوا البنات، كنحاولوا نقصوا الدنجال. انا تفكرته العطريه مع الدنجال ديالنا مزيان، ومع ديك الربيع ديالنا، ومع ديك العطريه ديالنا المطيشه. المهم كيجي غزال بهذه الطريقه هذه، دغيا كيتصاوب، دغيا كيجي زوين، دغيا كيوجد في ساعته. هنا المرحله الاخر كيجي ناشف، ما كيبقاش يعني فيه داك الماء وداك الشيء، حيت كنقص عليه البوطه حتى كينشف على الاخر. المهم هاد الطريقه ديالي كنتمنىكم انكم تجربوها. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك، وما تنساوش انكم تدعموني بصحه وراحه. حنا غير كنحاولوا ان نبارطاجيو افكار مع بعضياتنا، وانا دائما كندخل عاوتاني لي فيديو ديال الناس اخرين، كنحاول انني نتفرج وكنحاول انني نستافد بصحه وراحه. وفيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.